مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. وصفتي اليوم سهلة كتير، سريعة التحضير، وبنفس الوقت بتشهي القلب. رح نعمل مع بعض رز وفول على طريقتي. وهلأ بلا ما أطول عليكم، يلا نشوف الطريقة والمكونات ونبلش. بطنجرة على النار بنزل كمية من الزيت النباتي، وبس يحمى الزيت بنزل اللحمة. عندي هون 400 جرام من اللحمة المفرومة. بحاول هيك أفكفكها عن بعضها، وبترك اللحمة لحتى يتغير لونها طبعا مع التقليب المستمر. وبس يتغير لون اللحمة تماما رح ننزل الفول. عندي هون 360 جرام من الفول الأخضر. أنا كنت جايبة كيلو فول وفقيتن، والوزن الصافي طلعوا 360 جرام. من قلبهم هيك دقيقة أو دقيقتين مع اللحمة، هيك لحتى الفول يتشرب من نكهة اللحمة. بعدين رح ننزل المي، نعملن هيك تقليبة. بنزل 3 كاسات من المي الحامية. بعدين بحط نص معلقة صغيرة من السكر لحتى يضل لون الفول هيك حلو. وإذا مستخدمين الفول المجمد يعني بتستغنوا عن السكر تماما. وبعدين بنغطي الطنجرة، وبس يبلشوا يغلوا بنوطي النار، وبنترك الفول لحتى يستوي تقريبا 3/4 الاستواء. لا تخلون يستوي على الأخير لأنه رح يرجعوا مع الرز يكملوا استواء. وهيك بعد شوي أنا دقت الفول وحسيتهم صاروا تمام. هلأ بعملن تقليبة وبفرجيكم لونهم شو حلو. شايفين ما أحلاهن؟ بهذا الوقت رح نحط الرز. أنا هون عندي 3 كاسات من الرز بسمتي، غسلته كتير مليح ونقعته بمي دافية تقريبا شي نص ساعة. بتقدروا تستخدموا الرز الأصيل. هلأ رح نضيف معلقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة، رشة قرفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهلأ رح نضيف المي. أول شي حطيت 3 كاسات مي، وهلأ كاستين مي، يعني صرت حاطة 5 كاسات مي. بس الأصول ل3 كاسات رز بدن 4 كاسات ونص مي. بس أنا ضفت نص كاس زيادة لأنه وقت اللحمة والفول غليوا مع بعض بتكون خفت هيك المي، مشان هيك ضفت المي زيادة. بالبداية بترك الرز على نار قوية، وبس تخف المي وتوصل لسطح الرز، بهذا الوقت بنوطي النار على الأخير، ونترك الرز لحتى يستوي وتنشف ميته تماما. وهيك بعد ما استوى الرز، هلأ رح اعملن هيك تقليبة، وما بتتخيلوا الريحة ما أطيبها، بتشهي القلب. هلأ رح أضيف معلقة كبيرة من السمنة على الوش، تعطي نكهة كتير طيبة. طبعا بحط السمنة بعد ما أطفي الغاز، وبتركها هيك على الوش. بحاول أول شي أمرقها هيك على السطح، بعدين بتركها وبغطي الطنجرة وبتركن تقريبا هيك شي 10 دقايق لحتى الرز يروق. بصحن التقديم بلشت أصب الرز وفول. هالأكلة بالنسبة لإلي من أطيب الأكلات، بحسها هيك سريعة التحضير بنفس الوقت طيبة كتير، وما بتاخد هيك وقت معكن. حبيت أرش على الوش هيك للزينة، اختياري طبعا، رشة من اللوز المقلي بيعطي هيك شكل كتير حلو وطعم طيبة. وآخر شي بحط رشة من البقدونس لحتى أكسر الألوان. حبيت أقدم هاي الأكلة مع اللبن، وإذا بتحبوا تقدموها مع لبن وخيار أو صحن سلطة، يعني بتحسوا كل شي بيلبقلها. على وش اللبن هيك بحط عرق نعناع، يعني هيك للزينة. وبس هيك. وهيك أطيب غدا بيكون صار جاهز. لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكن. إذا عجبتكن الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكن فيديو جديد. باي باي.